فيلمنا بيبدأ بمجموعة من الهنود الحمر وهم بيعملوا طقوس عشان ينقبوا عن النفط، وفعلا بيلاقوا النفط انفجر مرة واحدة وبقوا من أغنى الناس في المنطقة لدرجة إن البيض بقوا بيشتغلوا عندهم. وفي محطة قطار اسمها فيرفاكس بيكون عمال النفط وصلوا لمكان شغلهم، وكل واحد بيتوجه لمكان العمل بتاعه، وبيكون من ضمن الناس اللي لسه واصلة واحد اسمه بيل إرنست، وواحد من الهنود بيكون مستنيه عشان ياخده لعمه. وفعلا بيقابل عمه وبيسلم على بقية العيلة، وبيعرفوا عمه إن المكان اللي هم عايشين فيه عبارة عن مزرعة، وكمان بيقول له إن مادام مفيش نفط في المكان يبقى مفيش مشاكل هيقابلها. وبيعرفوا إرنست إنه كان شغال طباخ في فرقة المشاة في الجيش، وإنه اتعرض لإصابة في بطنه وده السبب اللي خلاه يرجع تاني. وبيحذروا عمه هيل من الناس الموجودة في المكان، وكمان لأن عمه نائب رئيس المقاطعة. وبيعرفوا إرنست إنه مش الشخص اللي بيحب المشاكل أصلا، فبيقرر عمه إنه يشغله سواق عنده، وبيديله كتاب اسمه هنود الأساجة عشان يقراه. وبيعرفوا إن أرضهم مليانة بالذهب الأسود وإنهم أذكياء جدا وعرفوا يستغلوا النفط اللي عندهم. وبيكون في مجموعة من الهنود الحمر اللي ماتوا وما اتعملش تحقيق في قضايا موتهم. وبتكون في بنت اسمها مولي كيلر واللي بتطلب فلوس من مسؤول الماليات في المدينة علشان عندها مشاكل صحية، واللي بيعرفها إن أمها بتصرف فلوس كتير على شراء اللحوم. وبيشوف أرنست مولي واللي بيعرض عليها توصيلة بحكم إنه سواق، فبتروح عشان تركب معاه. ولما بيرجع بيحكي لعمه عليها واللي أصلا بيكون عارفها، وبيعرفوا إنها ممكن تكون معجبة بيه لأنها بقت زبونة منتظمة عنده. وبيعرفوا عمه إنها من السكان الأصليين، وإنه لو عرف يوقعها في حبه ويتجوزها كل الفلوس اللي عندها هتروح لهم في الآخر. وبيعرف من عمه إنها كانت بتوعد واحد اسمه مات ويليام، ولما بيشوفها بيعرفها إنه عرف إنها كانت بتوعد مات وإنه جاهز يعمل أي حاجة عشان تحبه هو، لكنها بتقوله أنت عاوز تتسلى مش أكتر. وبيبدأ إنه يقرأ عن قصة أهل الأوساج، وإن الاسم بتاعهم اتاخد من نهرين ميسوري وأوساج، وإن الأوساج دول مش من ضمن الخمس قبائل المتحضرة، وإنهم بيفضلوا إنهم يعيشوا بالطريقة التقليدية ويهتموا جدا بالعادات والتقاليد بتاع أجدادهم مهما وصلوا من ثراء فاحش. وبيروح أرنست بالليل هو وابن عمه عشان يسرقوا الهنود، لكنه بيروح يلعب على كل اللي سرقوا وبيخسروا. وبنعرف إن الهنود الحمر بيمجدوا الأرض والسماء والنار، وبيتبشروا كمان بالمولود الجديد وإنه فيه الخير دايما للمكان. وبيروح إرنست عند مولي واللي بتديله طاقية جديدة وبتعزمه على العشاء، وبتعرفه إنها عايشة مع أمها بس في البيت، وبتسأله عن السبب اللي خلاه يجي يعيش هنا. وبيعرفها هو إنه شغال مع عمه، ولما بتسأله عن ديانته فبيعرفها إنها الديانة الكاثوليكية، فبتقول له إنها ما شافتوش ولا مرة رايح الكنيسة. وبيفضل يكلمها عن إنها جميلة وعندها بيت جميل، لكنها بتكون فاهمة إنه طمعان في الفلوس اللي عندها، فهو بيعرفها إن ده ما يعيبوش، خصوصا إنه كاثولو ما بيحبش يشتغل، فما فيش مشكلة لو اتجوز واحدة غنية. وبعدها بيكونوا في الكنيسة وبتكون في موتة لحد من الهنود الحمر، وبيكون في واحد اسمه بيل واللي بيسلم على إرنست. ولما بيخرجوا البنات بتكون معجبة بإرنست وأخوه بايرن، وبتكون مولي مع إرنست في العربية وبيطلب منها الجواز، وفعلا بيتجوزوا وبيعملوا فرح واللي بيكون فيه البيض والهنود مع بعض. وبتكون في واحدة اسمها ميني ودي أخت مولي عندها مرض ضيق الكريات النخاعية، واللي بتكون قاعدة وزعلانة، وبيجي لها هيلو اللي بيقول لها إنها ما تخافش وإنه هيقف معاها لحد ما تتعالج لأن ده واجب عليه. لكنها بعد فترة بتموت، وبيجي أرنست عند بيتها عشان يعزي أهلها واللي بيكون من ضمنهم مولي، لكن بيل جوزها بيطلعه بره البيت وبيعرفوا إن دي طقوس عندهم. وعمه بيعرفوا إن بيل ما اهتمش بمراته كويس عشان يقدر يورث أرضها، وكمان بيعرفوا إن مولي هي الوارثة لأختها الأكبر، لكن بوجود بيل الموضوع هيختلف وكده ورثها هيروح لجوزها. وبيعرفوا إن أم مولي هتموت قريب ولازم الأرض بتاعتها ما تروحش لحد تاني غيره لأنها ما عندهاش غير ميني وماتت وأنا وريتا ومراته مولي. لكن أرنست بيعرفوا إن مراته مش بخير وإنها بتعاني من مرض السكري الحاد وهو خايف عليها. وعمه بيعرفوا إن أنا دايما بتكون شايلة مسدس معاها، ومرة كانت هتقتل واحد حب إنه يتعرف عليها وهي ما كانتش حابة. وأم مولي ما بتكونش راضية على اللي بناتها بتعمله بجوازهم من البيض وإن ده بيغير من السلالة الأصلية بتاعتهم، والبيض برضه ما بيكونش حابين فكرة إن الأطفال طالعة مهجنة. وفي اليوم ده بتكون أنا راجعة شاربة ومش شايفة حد قدامها، فبتقول لها مولي إن ما ينفعش أمهم تشوفها كده. وبتدخل أنا وبتتخانق مع بايرن أخو إرنست واللي بتكون عاوزاه يرتبط بيها بالعافية، لكنه بيرفض فبتضربه. وإرنست بياخد منها السلاح وبيمشي أخوه، وفي مكان بيلاقوا بريمة نفط ضربت وبيكون في شخص اسمه تشارلي بيروح عشان يشوف اللي لاقوه، لكن الاتنين اللي معاه بيموتوه. وبيكون إرنست قاعد مع أخوه واللي
بيعرفوا انهم لقوا تشارلي وايت هورن مقتول، وبيعرفوا بايرن ان ممكن تكون مراته هي اللي قتلته، وبيكلموا عن انا اللي المفروض ترجع لبيتها، وبتكون انا قاعده مع امها اللي بتكون فرحانه بيها لانها ما اتجوزتش حد من البيت. وبيجي لهم ارنست واللي بيعرفها ان بايرن جاي عشان ياخدها على البيت، لكنها بتكون عاوزه تروح الحانه عشان تكمل شرب. وتاني يوم بقى بيجي لمولي خبر انهم لقوا جثه اختها، فبتروح عشان تشوفها وبتلاقي فعلا اختها مقتوله، وبيتعمل اجتماع عشان يحققوا في موت انا وتشارلي، وان الاتنين من الهنود الاصليين وكمان من نفس القبيله. والهنود الاصليين بيتكلموا عن انهم من ساعه ما اختلطوا بالبيض وهم دايما في مشاكل، وان بعضهم بيتجوز من بنات الهنود وبعدها بيسيبوهم يموتوا وبياخدوا فلوسهم، وبيتكلموا ان دي ارضهم وان هم اللي جم الاول. وهيل بيحط مكافأة للي بيعرف مين قتل انا، ومولي بتطلب انهم يجيبوا محققين محترفين عشان يحققوا في الوفيات اللي بتحصل في المدينه. وبيقابل ارنست بيل واللي بيكون معاه ريتا اخت مولي، واللي بتكون اخت مراته اللي ماتت، ومسؤول الماليات في المدينه بيكون عاوز ياخد المجوهرات اللي لابساها انا وهي ميته ويدي فلوس لارنست، بس هو بيرفض وبيقول له ان دي اخت مراته فما يصحش، وبيديله ورقه فيها مصاريف الدفن واللي بتكون غاليه جدا. لكن ارنست بيتهمه انه عاوز يسرق فلوسه، لكن مسؤول الماليات بيعرفه ان دي اصلا مش فلوسه وان دي فلوس مراته واخواتها. والمحامي بيعرفهم ان انا سابت ورثها المقدر ب$100,000 لامها ومولي وريتا، وبتكون مولي حاسه ان البيت بيكرهوها وانهم شايفينهم بس صناديق فلوس. وبتروح مولي هي وارنست لمحطه القطر، وبيقابلوا هناك واحد اسمه بيل بيرنس واللي بيكون محقق في جرائم القتل، وبعدها واحد اسمه بارني ماكرين بيجيله رساله فيها تحذير، ولما بيخرج بيجي اتنين وبيقتلوه. والمحقق بيعرف مولي انه فعلا بايرن وصل اختها للبيت، وبيكلمها عن بيل سميث اللي كان متجوز اختها ميني وحاليا متجوز اختها ريتا، وبيقول لها ان بيل بيقول كلام انه عارف مين اللي قتل اختها وانه بس مستني يجمع الادله الكافيه اللي تدينه هيبلغ الشرطه. وبيروح ارنست يبلغ عمه بالكلام بتاع المحقق، وبيساله اذا كان ذكر اسمه او اسم بايرن في الموضوع، فارنست بيعرفه انهم بعيد عن الموضوع، وبيتكلموا عن واحد اسمه بلاكي وان ارنست رايح له عشان يتفق معاه على حاجات عمه طالبها منه. وفعلا بيروح له بيعرفه ان هيل بعته عشان يقتل ريتا وبيل سميث، وكمان بيقول له ان هيل هيدفع له $1000 لكنه بيرفض عشان المبلغ قليل. فارنست بيقول له انه هيديله فلوس عربيته اللي مأمن عليها، وهو هيرميها من فوق التل وهياخد عربيه جديده مكانها. فبيقول له بلاكي انه غلب اليهود في طمعهم. فارنست بيعرفه انه فعلا بيحب الفلوس جدا زي ما بيحب مراته بالظبط. ومولي بتعرفه انها بتحبه وانها اختارته رغم معارضه اهلها، وهو بيقول لها انه مش هيسيبها ابدا، وبيوديها للدكتور واللي بيعرفها ان هيل اشترى مخصوص دواء الانسولين عشانها وانه غالي جدا بس هيفيدها في مرض السكري. والشرطه بعدها بتمسك بلاكي، وبيجي هيل وبياخد ارنست وبيروح عند بايرن، وبيسالوا هيل اذا كان فعلا عطى عربيته لبلاكي لان بلاكي اتقبض عليه بتهمه سرقه عربيته. فبيقول له ارنست انه اضطر يعمل كده عشان يقنعه، وبيل بيلومه على ان دلوقتي مفيش حد هيقدر يخلصهم من بيل ولا ريتا، وبيطلب منه انه يسند على الخشبه اللي قدامه، وبيعرفه انه ماسوني وان دي غلطه لازم يتعاقب عليها، وبيبدا انه يضربه، وبيلومه ان مراته اجرت محقق خاص عشان يحقق في حوار الوفيات. وبيعرفوا هيل ان مولي وكل الهنود لازم يموتوا وان كل الخير اللي في بلدهم لازم يروح لهم في الاخر. وبيكون بيل بيرنس مروح وبيجي اتنين من وراه بيقتلوه، وبعدها بيروح هيل وارنست لواحد من القتله المأجورين وبيطلب منه انه يخلص لهم على واحد، والراجل بيعرفهم ان ايسي كيري هو اللي ممكن ينفذ المهمه دي. وبيجي الدكاتره عشان يدوا لمولي حقنه الانسولين لكنها بترفض، فبياخد ارنست الحقنه من الدكاتره وبيقول لهم ان هو اللي هيديلها الحقنه، فبيعرفوا انه لازم يديلها الحقنه كامله وان دي تعليمات من هيل. وبيدخل لمولي وبيزعق لها لانها محظوظه انها بتاخد الدواء ده لانه غالي جدا ومش اي حد ممكن ياخده، وبيسالها اذا كانت شاكه في انه ممكن يأذيها لكنها بتفتح العلبه عشان يديها هو الحقنه. وبيكون في واحد اسمه هنري من قبيله الأوساج مع هيل، وبيعرفه ان مراته بتخونه وانه مش قادر يعيش معاها وانه عاوز يروح ينتقم من اللي مراته بتخونه معاه. وفعلا بيروحوا وبيضربوا، لكن هيل بيلحقه وبياخده وبيروحوا عنده البيت. وبيسالوا ارنست هو ليه مهتم قوي بهنري، فبيعرفوا انه ادم صاحب ليه وكمان جاره، وان فلوسه مهمه بالنسبه له وانه مأمن عليه، فلو مات قبل السنه الجايه هيل هيخسر فلوسه. وبيعرفوا هيل ان هنري كان الزوج الاول لمولي وانهم اتجوزوا في حفل تقليدي في قبيلتهم. فبيتضايق ارنست ان مولي ما عرفتوش. وبعدها بفتره ام مولي بتموت وبيدفنوها، وبتكون مولي قاعده مع هيل وبتعرفوا انهم اجروا محقق عشان يحقق في قضيه انا، لكنها بقى ما تعرفش انه اتقتل وان اللي قتله هو ارنست وبايرن اخوه. وبتقول لهيل انه مش ظاهر بقاله فتره، فبيعرفها انه ممكن يكون خد الفلوس منها وهرب. وبيعرف هيل من ارنست انهم اشتروا ارض، فبيقول لهم انهم المفروض يستشيروه قبل ما يصرفوا فلوسهم
وخلاص. وبيعرفهم إرنست إن مولي حامل، وبنلاحظ إن هيل اتضايق من الخبر، وبيجي هنري وبيكون عاوز يتكلم مع هيل، وبيسلم على مولي وإرنست اللي ما بيكونش طايقه. وبيروح إرنست يتكلم مع عمه لوحدهم، وبيسألوا عمه إذا كان عمل معاه علاقة وهي مريضة، فبيعرفوا إرنست إن ده عادي لأنها مراته، فبيبارك له هيل. وبعدها بيروح يتكلم مع هنري. وتاني يوم بيروح إرنست عشان يتفق على قتل هنري، وبيطلب من جون إنه يقتله برصاصة من قدام عشان يبان إنه انتحر. وفعلا بعدها بياخدوا إرنست وبيعرفوا على هنري، وبيعرفوا إرنست إن ده صاحبه وإنه تاجر للخمور. وبما إن هنري بيحب يشرب، فصاحبه بدأوا يتقابلوا عشان يشربوا مع بعض. وفي مرة استغل جون إن هنري شارب على الآخر وضربه بالنار وأخد عربيته ومشي. بيروح يعرف أرنست وبيديله السلاح، وبيروح إرنست وبيعرف مراته، واللي بتقول إنه أكيد انتحر. وبتسأله إذا كان فعلا انتحر، فبيقول لها إن روي اللي كان بيعاشر مراته كان بيقول إنه هيقتله. وبيجي هيل واللي بيكون متضايق إن جون أخد السلاح لأنه كان عاوز إن الموضوع يبان إنه انتحار. والرصاصة جت في رقبته من ورا، والمفروض إنه يضربها من قدام. وبيكون الهنود خايفين من كمية جرائم القتل للهنود في المنطقة، ده حتى في منهم اللي قرر إنه يسيب المكان. وبتروح مولي وإرنست البيت ريتا، وبيقابلوا بيلو اللي بيقول لإرنست إنه عارف إن أخوه قاتل وهو اللي قتل أنا. وتاني يوم بيجيله هيل وبيعرفه إنه يروح لآيس كيري ويطلب منه إنه يموت بيل سميث. بس أرنست ما بيكونش شافه قبل كده، فبيقول له صاحب هيل إنه يدور على جون وهو اللي هيعرفه مكانه. وفعلا بيروح له وبيعرفه باللي قاله له هيل. وبيروح جون لآيس وبيسأله على المتفجرات، وبتكون مولي جاية من عند بيت أختها، وبيقول لها إرنست إن على الأفضل ما تخرجش اليومين دول. وبيكونوا نايمين وبيحصل انفجار، وبيكون الانفجار ده ببيت بيل وريتا، وبيلاقوا ريتا وبيل ميتين. ولما بتعرف مولي باللي حصل بتفضل تعيط على أختها الوحيدة اللي كانت لسه عايشة. وبتقرر مولي إنها تسافر لواشنطن عشان تتعالج وتسيب المكان فترة. وبتروح هناك فعلا، وبتروح تقابل الرئيس وبتحكي له عن اللي بيحصل من عمليات قتل في مدينتها. وهيل بيطلب من إرنست إنه يدي لمراته الجرعات بتاع الأنسولين ودواء تاني بشكل منتظم، وده اللي هيخليها هادية دايما. وبتكون مولي خايفة إن إرنست يكون متورط في عمليات القتل اللي بتحصل، بس في نفس الوقت مش عارفة تتكلم. ومع الوقت حالتها الصحية بتبدأ تتدهور، وبيجي إرنست عشان يديها الدواء وبتبقى حاسة إنها هتموت. في اللحظة دي بيخبط عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالية على بيت إرنست، وبيعرفوا إنهم باعتينه من واشنطن عشان يحقق في جرائم القتل. وبيطلب إنه يتكلم مع مولي، لكن إرنست بيقول له إنها تعبانة ومش هتقدر تقابله النهارده. وبيجري إرنست عند عمه وبيعرفه، وبيكون المحقق بيحاول يعرف من الهنود أي معلومة تفيده عشان يعرف مين اللي قتل كل اللي ماتوا. وهيل بيحاول يصرف فلوس التأمين بعد موت هنري، لكن بما إن موته مش انتحار، فشركة التأمين بترفض إنها تصرف له الفلوس إلا لما يتعمل تحقيق ويتأكدوا إنه انتحر. وبتيجي الشرطة عشان تحقق مع الدكاترة في وفاة أنا، وبيسألوهم عن الرصاصة اللي اتقتلت بيها إذا كانوا لقوها، لكنهم بينكروا وبيقولوا إنهم ما لقوهاش. وبيروح المحقق عشان يتكلم مع هيل بحكم إنه مسيطر على بعض الأراضي وصاحب نفوذ. وبيعرفوا هيل إن أنا كانت لسانها طويل وهنري كان عاوز ينتحر. وبيروح هيل عشان يقابل بلاكي وبيقول له إنه هينفذ عملية سرقة بنك، لكنه بيتقبض عليه. وبيروح عشان يدي الآيس فلوس العملية بتاع التفجير، وبيطلب منه إنه يبعد عن المدينة الفترة دي عشان الشرطة بتدور وراه، لكنه بيتضرب عليه نار وبيموت وهو بيحاول يسرق. وبيجي بايرن وبياخد إرنست لعمه، وبيقول له إنه لو الحكومة جت وقبضت عليه هيعرف يخرجه منها. وبيطلب منه هيل إنه يمضي على ورقة واللي فيها إن الأرض تفضل باسم العيلة عشان لو حصل له حاجة. وبينبه عليه إنه يدي دايما الحقنة لمراته، وبيخليه يمضي على الورقة في نفس الوقت اللي بيكون المحقق شايف فيه كل اللي بيحصل. وبيتجمع فريق التحقيق وبيعرفهم المحقق إنه قابل واحد شاف أنا وبايرن داخلين الحانة مع بعض، وكان معاهم واحد اسمه كيلسي مورسن ومراته، وإن بعد ما مرات كيلسي الأولى ماتت اتجوز واحدة تانية اسمها تيلي، وبعدها بشهرين تيلي ماتت وساب الطفلين من الزوج الأول واللي هو من الأساج، وراح عشان يطالب بحقهم في الأراضي، لكن الشرطة بتقبض عليه. وبيسألوه عن بايرن وإرنست، وأرض هيل فجأة بتولع، وبتكون مولي تعبانة جدا، وإرنست بيكون خايف من المصايب اللي هو فيها، فبيجيب المخدر اللي بيحطه لمولي وبيشرب شوية منه. وبعدها بيروح يدي الحقنة لمولي، واللي بتقول له إن الدور عليه وهيكون هو الضحية الجاية. وإرنست بيكون قاعد في الكافيه، وبتيجي الحكومة الفيدرالية وبتقبض عليه، وبيسألوه عن كل اللي اتقتلوا، وبيتهموه إنه ساعد بلاكي عشان يسرق عربيته وياخد فلوس التأمين، لكنه بينكر كل شيء. بس بيدخل له بلاكي، فبيطلب منهم أرنست إنهم يسيبوه هو وبلاكي يتكلموا على انفراد. وبيعرفوا بلاكي إنه عرفهم على كل شيء، وإن هو وعمه مجرد يهود محبين للفلوس، وإنه من الأفضل إن هو كمان يعرف الشرطة بكل حاجة. والمحقق بيعرف أرنست إن عمه بيستغله، وبيطلب منه إنه يقول مين اللي قتل هنري، فبيعرفهم إنه جون. وبيروحوا فعلا يقبضوا عليه، وفي الأول بينكر وبيقول إنه ما قتلش حد،
لكن لما بيعرف ان ارنست هو اللي بلغ عنه بيعترف بكل شيء. وبتروح الشرطة عشان تشوف مولي واللي بتكون تعبانة جدا، فبياخدوها على المستشفى. وبيروح هيل عشان يسلم نفسه لاسم الشرطة. وبتاخد الشرطة ارنست لمكان بعيد عن هيل عشان هيدلي بشهادة ضد عمه مقابل حماية الشرطة ليه. ومولي بتبدأ انها تتحسن. وبلاكي بيعترف بكل حاجة على هيل وارنست. وبيجي ميعاد جلسة محاكمة هيل، وارنست بيكون داخل على انه شاهد ضد هيل وكمان متهم. وقبل ما تبدأ المحاكمة بيطلب محامي هيل انه يتكلم مع ارنست على انفراد، فبيأجلوا المحاكمة. ومولي بتفوق وبتقابل ارنست وبيعرفوا بايرن ان قرايبه عاوزين يشوفوه النهارده. وبيروح فعلا، والمحامي بيعرفه انه لو اعترف بأي حاجة ضد عمه دي هتبقى وصمة عار عليه. وبيطلب منه انه يقول في المحكمة ان رجال الشرطة ضربوه وعذبوه عشان يقول كلام ما حصلش. ولما بيروح بيعرف مولي انه بريء وعمه بريء، وان كل ده الحكومة بتحاول انها تلفقهوله. وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه تاني. وبتبدأ بقى المحاكمة، وبيبدأوا بكيلسي واللي بيعترف انه قتل انا وهيل اللي خلاه يعمل كده، وان بايرن ساعده في الجريمة. وبيجي خبر لإرنست ان بنته اللي كانت مصابة بمرض السعال الحاد ماتت، فبيروح يحضر دفنها. وبعدها بيروح لهيل وبيقول له انه هيشهد ضده وان الحكومة هتحميه. وفي المحكمة بيتسأل ارنست عن علاقته بجون، وهل هو اللي خلاه يقتل هنري، فبيرد ان هيل هو اللي خلاه يعمل كده، وان هو اللي ورا موت ريتا وبيل، وان موت اخوات مولي كان خطة من عمه هيل عشان ياخدوا فلوس العيلة. وبتقعد مولي مع إرنست وبتسأله عن الحقنة اللي كان بيديها لها، فبيقول لها انها انسولين. وبتبص له وبتمشي. وفي الاخر خالص دي بتكون قصة من برنامج تلفزيوني عن الجرائم الحقيقية ضد هنود الأوساج الأصليين. وبيعرفونا ان الاتنين الدكاترة ما اتحكمش عليهم بتهمة تسمم مولي، واتحكم على بايرن بتهمة التواطؤ على قتل انا، بس بعدها افرج عنه. وهيل اتحكم عليه بالسجن المؤبد، بس طلع بعد نص المدة بسبب حسن السير والسلوك. لكن في الحقيقة دفع رشوة للسياسيين عشان يطلعوه. واتحكم على إرنست بالسجن المؤبد، وبعدها اخد عفو. ورجع بعدها عاش مع اخوه بايرن. ومولي بعد ما انفصلت عن إرنست اتجوزت واحد اسمه جون كوبي، وماتت بعدها بسبب مرض السكري. واتدفنت مع امها وابوها واخواتها وبنتها. وده كان فيديو النهارده يا شباب، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واشوفكم فيديوهات جاية كتير. سلام.